فجأة القصر بقى جهنم ليا، والكل ظهر على حقيقته واتحبست. فلاش باك عند صاحب البيت. علي صاحب البيت بيخبط على الباب. يا باشمهندس حسن، يا باشمهندس، يا عم ابراهيم قلت لك اكسر الباب، ده بقاله شهر ونص ما نعرفش عنه حاجة ولا حد دفع الايجار. يا عم ابراهيم خلاص وسع كده يا استاذ علي. كسر الباب، والمفاجأة ان الشقة فاضية وما فيهاش هدوم حسن، وكأنه ما جاش اصلا. علي: ايه ده؟ امال فين هدومه؟ ابراهيم: انت متأكد انك سكنت حد هنا؟ ده باين ان ما كانش في حد هنا اصلا. علي: يعني هتخيل. يبقى شكله مشي. يبقى ماشي. طيب عايز حاجة يا استاذ علي؟ انا همشي. تسلم، اتفضل الفلوس، خلي امسك، شكرا. ويعدي اسبوع يجي ساكن تاني للشقة، بس المرة دي عيلة مكونة من طفلة 10 سنين اسمها مليكة، وأب اسمه زياد، وأم اسمها دينا. زياد: جهزي يلا الشقة ورتبي الأوضة. حاضر يا روحي، روح بس انت جيب الأكل وأنا ساعة زمن بالظبط وأجهز الشقة كلها، هي بسيطة أصلا مش هعمل فيها حاجات ياما. تمام. مليكة عايزة حاجة من تحت؟ لا يا بابا، عايزة سلامتك، بس عايزة شوكولاتة والنبي. حاضر يا روحي. نزل زياد يجيب الطلبات، ومليكة دخلت تنام، والأم بتروق في البيت، والمفاجأة بصوت نحيح: هاي ساكن هنا جديد. الأم اتفاجئت وبصوت حواليها وبتقول: بس لعبي يا مليكة وخشي نامي بدل ما اديكيش الشوكولاتة. يظهر الصوت تاني بس أوضح: مليكة نايمة يا دينا، أنا بلورة ساكنة في البيت ده من زمان. وبدأت تتكلم عن حالها وتتمسكن عشان تسحبها زي اللي قبلها. فلاش باك لعالم ملوك الجن في اجتماع الملك الأعظم. كلكم متعادلين في سحب البشر. لهنا بلورة وعسوف وحرنكش وريالة. أبي ماذا سنفعل؟ هنا يكتمل العدد ويفوز أحد منا. بلورة: سيكون الملك يا سخيفة. ريالة: أنا لست سخيفة يا أنتي، وماذا سنفعل بهم؟ حرنكش: سنقتلهم أو سيصبحوا خدم. أنت لست شريرة، لماذا؟ عسوف: في عائلة بالجوار سأذهب إليها وليس لدي وقت لهذه الحنية. ريالة: أنتم تتريقون علي، سأريكم إني سأذهب وسأصبح الملكة. بلورة: لا، لن تصبحي هكذا، أنا من سيسيطر على هذا العالم وسأريكي. الملك الأعظم: سكوت، ليس لدي وقت لأسمع تلك الترهات، أنا أريد ضحايا، أريد قتلا. اذهبوا. تم ختم المجلس. ثم نزل البلورة بتقبل لريالة، وريالة تنظر لها وتغل من داخلها. فلاش باك إلى العائلة. عندما كانت دينا تأكدت من الصوت وتريد معرفة من الذي تكلم، دخل عليها زياد وقال: أنا جيت يا حبيبي. مالك يا دينا عاملة كده ليه؟ وشك أصفر، في إيه؟ مفيش، بس سمعت صوت واحدة كانت بتتكلم. بقول لك ايه، مش من اولها كده. فين مليكة عشان جبت لها شوكولاتة؟ ده مش كلامه خلاص، ومليكة نايمة. انا قلت خلاص تمام، يلا ناكل. تمام ماشي. ويأتي ميعاد النوم. هتنام فين يا زياد؟ هنام جنب الحيط عشان هرتاح كده، خلي مليكة في النص. تمام ماشي. تصبح على خير يا حبيبي. بلورة من اهلنا. دينا بخوف وقامت نورت النور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زياد: في ايه يا دينا؟ دينا: في حد اتكلم بصوت نحيح. زياد: نامي يا دينا، في ايه بقى؟ حرام عليكي، هموت وانام، عندي شغل الصبح. ماشي يا بابا، اسفة. تصبح على خير وانتي من اهل الخير. فجأة حسيت في حد عمال يضحك يمسك شعري، وجالي قشعريرة في جسمي. فضلت أردد الموعظتين لحد ما نمت. فجأة صحيت على صوت: